مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مسبوق على المستوى الوطني، بقفزها من سعر 75 درهما للكيلوغرام الواحد إلى أزيد من 100 درهم بالنسبة للحم العجل، مقابل ارتفاع سعر الكيلو للحم الخروف إلى 120 درهما. وشهدت أسعار بيع اللحوم الحمراء في أسواق الجملة ارتفاعا ملحوظا زاد من معاناة المستهلكين والأسر المغربية التي اكتوت بلهيب ارتفاع أغلب المواد الغذائية قبل أن تنضاف اللحوم الحمراء إلى سلة ارتفاع الأسعار، مما سينعكس سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما بعد الارتفاع الصاروخي للأسعار اللحوم الحمراء التي قفز سعرها في أسواق الجملة إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.